بعمل هير تريتمنتس فين؟ انا لو باخد 50 جنيه من كل بنت جاوبتها السؤال ده قبل كده كان زماني بقيت غنيه جدا دلوقتي. انا بروح مكان بقالي اكتر من 7 سنين، مش فاكره 7 سنين اعتقد او اكتر، اسمه ثيرابيستا وهو هير لاب. هشرح لكم قصته دلوقتي. هو له فرعين في اسكندريه وان شاء الله يبقى له قريب في القاهره فروع، بس مش التريتمنتس اللي البعض يزعم ان هو بيعملها في الصالونات في البيوتي صالونز والكوافيرات وكده، لا. دي تريتمنتس علاجيه لان المكان ده هو هير لاب، هو لاب، هو معمل. يعني صاحبته دكتوره اوثرايزد، هي كوزمتولوجيست وترايكولوجيست، وهي مصرح لها انها تعمل برودكتس سواء بقى شامبوز او ماسكس او ايا كان، مع كامل احترامي يعني لكل الكوافيرات اللي في الدنيا. بس الكوافير ده مش شخص دارس، مش عارف ان هو لما يحط الاسيد ده على الاسيد ده على شعرك هيعمل ايه، مش عارف درجه تقبل فروه راسك او شعرك للتريتمنت اللي هو بيحطه ده. هو عنده تركيبه معينه، تريتمنت معين او حاجات حاططها على بعض، ايا كان ايه الحاجات دي، سواء هو جايبها من شركه او هو اللي عاملها، بيحطها لكل البنات. مش عارفه ناس بيسموه ارجان، ناس بيسموه مش عارفه كافيار، واسامي كتير قوي، وبروتين وبتاع. كل دي اسامي تجاريه ملهاش علاقه بالواقع. يعني مش معنى انت رايحه تعملي ماسك بروتين ان هو في بروتين. الكافيار هو مش جايب لك البطاريق بتاعت السمك وحاططها لك فدي اسامي تجاريه وبيعملها لكل الناس. هل انا زيك زي خالتي زي مامتي كلنا مختلفين عن بعض؟ هل انا ايش ضمني ان شعري مش هيقع بعد التريتمنت؟ مش معنى ان صاحبتي راحت عملت نفس التريتمنت عند نفس الكوافير ومع نفس التكنيشن ونفس كله ونفس الكرسي اللي هي كانت قاعده عليه انها عملته وخلى شعرها فظيع ان انا هيبقى شعري تحفه كده زيها. لا طبعا، ده مش شرط خالص. هي بتبقى فروق فرديه عادي، هي ربنا سترها معاها وطلع عادي شعرها او فروه راسها تقبلت التريتمنت ده او الكيميكالز اللي هي حطتها دي وشعرها ما وقعش وبقى حلو. بس انت ممكن ما يحصلش معاكي كده والعكس صحيح. عشان كده نفس التريتمنت ونفس الكوافير ممكن بنتين يروحوا يعملوه، واحده شعرها يقع وتقعد تشتم في الكوافير على السوشيال ميديا، والتانيه تبقى في اسعد ايام حياتها ومبسوطه جدا. هل دي او دي كانوا عارفين، او الكوافير نفسه اللي هو بيعمل لها كان عارف ان التريتمنت هيجي مع دي ومش هيجي مع دي؟ طبعا لا، هو ما كانش عارف لان هو مش دكتور، هو مش فاهم. هو لما ما كشفش على فروه راسك او على شعرك ما يعرفش درجه تقبل شعرك هيستحمل الشعرايه نفسها سمكها، هيستحمل ان هو يحط عليها الاسيدز دي او التريتمنت دي وبعدين يحط عليها حراره. هل الشعرايه هتستحمل؟ مش هتقع منه، مش هتتقصف، مش هتقعد يومين ثلاثه او شهر او شهرين او 6 شهور حلوه وبعدها تقع؟ هو ما يقدرش يضمن لك النتيجه. فالكوافير الحاجه الطبيعيه اللي احنا بنعملها فيه ان انت تعملي شعرك، تعملي تسريحه، تعملي ضفيره، بس ما تروحيش تعملي تريتمنت في الكوافير. ندخل بقى على القصه الثانيه، انه كلمه تريتمنت هي بجد بقت مستخدمه كتير قوي وهي ما اسمهاش تريتمنت. يعني التريتمنت دي معناها ايه في اللغه؟ يعني حاجه بتعالج. الدواء اللي انا باخده ده، البيلز اللي باخدها، البين كيلر ده اسمه تريتمنت عشان هو بيعالج لي مشكله عندي. فالتريتمنت الاصل في كلمه ان هي بتعالج مشكله عندي. يعني لو شعري مثلا هايش، مش الحل ان انا اروح افرده بكيماويات. لو شعري مقصف، مش الحل ان انا افرده، وهكذا. بس الحل ان انا لما الدكتوره تكشف عليا، الدكتور يكشف عليا، يشوف المشكله دي بتحصل عندي ليه. انا ليه مثلا شعري على طول هايش؟ هل هو نقصه هيدريشن ولا عنده مشكله تانية؟ الشعرايه نفسها فيها نقص في مكون معين فانا محتاجه اعوض المكون ده، سواء توبيكال او سواء اورال، ان هو حاجه احطها على شعري نفسه. الدكتور هو اللي هيقدر يعرف ده بكل بقى امانه وصراحه. هل هم الثيرابيستا بيعملوا لي سحر مثلا لشعري؟ لا. انا لما بروح لهم مره كل شهرين 3 4، انا مثلا دلوقتي بقالي مثلا بتاع 4 5 شهور ما روحتش مثلا وشعري لسه حلو عادي. ليه؟ لان انا بعرف اهتم بشعري. فانت لو يعني علماء الشعر كلهم من جميع انحاء العالم تجمعوا وعالجوا لك شعرك فعلا وخلوه لك تحفه زي ما بتتمني، بس انت ما بتعرفيش تهتمي بيه، كل ده هيبوظ. وعلماء الدنيا كلهم هتطلعيهم ان هم حمير ما بيفهموش حاجه عشان انت اللي بوظتي شعرك. اللي دكتور سلمى عملته لي، اللي هي صاحبه ثيرابيستا صاحبه المكان، انها فعلا هي كانت بالنسبه لي الجايد. يعني هي فهمتني ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش، بس انا كملت على اللي هي قالته لي. يعني مثلا عرفت منها معلومات ان ازاي اتعامل مع فروه راسي، ازاي اتعامل مع شعري لما الاقي شعري فيه الكيس الفلانيه اعمل ايه بالظبط. خلاص انا بقى عندي النوها وبقى عندي المعلومه اطبقها بقى. كل ما تظهر ايشو جديده بسالها او بروح المكان. فانا اللي لازم اركز مع شعري. بقيت اركز مثلا في المواد الفعاله في المنتجات، الكومبوننتس ليست. انا الماده دي انا فاكره ان انا شفتها في شامبو قبل كده والشامبو ده وقع لي شعري، اذا الشامبو ده كمان هيوقع لي شعري لو استخدمته. انت لازم تبقي مركزه، لازم انت تبقي متعلمه، تثقفي نفسك. هل في حاجه في الدنيا بتيجي بالساهل؟ اكيد لا. يعني هتصحي من النوم تلاقي نفسك رابنزل مره واحده؟ لا، لازم الموضوع اهتمام واستمراريه وبياخد سنين بجد. يعني علاج الشعر لو الشعر فيه مشكله او لو عايزه تطولي شعرك او كده بياخد سنين. مش هنضحك على بعض. حاجه تانية معلش انا مش عايزه انسى اقولها بخصوص ثيرابيستا، ان من الحاجات اللي انا بحبها فيهم كمان ان هم عندهم الهير لاينز بتاعتهم their own hair lines.
يعني دي البلندز بتاعت ثيرابيستا. تقريبا كولابوريتنج مع انترناشونال براند، هي اسبانيه. هم كل فتره بيبقى عندهم هير لاينز جديده، وفي هير لاين على حسب الهير كونديشن بتاعتك. هم كمان بقى عندهم ويب سايت ان هو بيعمل كونسلتيشن، بيشخص حاله شعرك على حسب الكونسيرن بتاعك. مش نفس الشامبو والكونديشنر والماسك او نفس البرودكتس تمشي مع كل الكونسيرنز او كل انواع الشعور. ودي ميزه لما يكون اللي بيعمل اللاين ده والهير لاين ده مش مجرد حاجه تجاريه. ما اعتقدش ان انتوا في حياتكم شفتوا باكجينج شكله حلو قوي كده. انا بحطه دايما على الرف في التواليت، بيدي مظهر جمالي اكتر من اي ديكوريشن تاني ممكن اعمله في الحمام. انا بستخدم هير لاينز كتير وهير برودكتس كتير، مش بس بتاعت ثيرابيستا. بس شطارتك انت ان انت تبقي عارفه احتياجات شعرك الاسبوع ده محتاج انه هير لاين. انا عارفه ان انا مثلا بستخدم الهير برودكتس بتاعت ثيرابيستا لما اكون موجوده مثلا في جو جاف قوي، زي مثلا الرياض، دبي، القاهره، الاماكن اللي ما فيهاش خالص هايدريشن كده في الجو. فمش معنى ان انت في هير لاين عجبك ان انت تفضلي تستخدميه طول الحياه، لان انت احتياجات شعرك مش ثابته. حاجه مهمه كويس ان انا ما نسيتش اقولها، ان انا مش بروح اعمل تريتمنتس اللي هو افردي لي شعري والنبي يا دكتوره. لا، انا مش بروح افرده ولا بروح اغير من التكستشر بتاعته. انا بروح احل مشكله. مثلا انا شعري دلوقتي في الفتره دي مقصف، شعري في الفتره دي بيقع، شعري في الفتره دي عايزاه يطول، وهكذا على حسب الكونسيرن بتاعي. بس انا مش بروح اقول لها افرديهولي، هي مش بتفردهولي، هي بتحللي المشكله اللي مضايقاني الفتره دي. نو ميك اب نو فلتر. خلي الجمله دي سلوجن بان اول ما تسمعوها مني يبقى هتكلم معاكم عن تفصيله صغيره بسيطه قد كده هتساعدكم تحبوا جمالكم الطبيعي البلين الساده اكتر. ولازم ابدا بالبارير كريمز، طبعا شفتهم كتير قوي دول. حاولي يكون عندك واحد من دول، استثمار في نفسك وتبقى عاده ثابته طول الحياه. هكلمكم عن كل نوع في اخر الفيديو، وبما اني مش دكتوره فمش هديلكم تحليل معملي طبي عن تاثير البارير كريمز على البشره، بس هقول لكم اللي هتحسوه بالظبط، انه هتلاقوا جوده بشرتكم اكن كده الجلد بقى اتخن بقى اسمك، وكل ما بشرتنا بقت ارفع بقت ديليكت اكتر كل ما مشاكلها هتزيد. حجر اساس حل اي مشكله في البشره، لو جربتوا هتفهموا قصدي كويس قوي. عن نفسي بستخدمهم كمرطبات يوميه، ما بيعديش يوم من غير ما اكون مستخدمه واحد من الثلاثه دول. احسن واحد فيهم بالنسبه لي هو لاروش سيكا بلاس، يعني هو يعتبر تقيل بس مش تقيل قوي قوي، عادي. افانسي كالفيت في نفس الماده الفعاله بتاعت لاروش سيكا بلاس، بس هو اتقل، هو تقيل. بس البلندنج بتاعه برده سهل عادي، وممكن على ايدي يبان ان هو مش سهل قوي، بس انا ممكن احط 100 لاير. لو حد جرب لاروش سيكا بلاست وافانسي كالفيت والاثنين ما عجبوكيش لاي سبب من الاسباب سواء تقال او ايا كان، مع ان هم تحفه، فدكتور الفيا 147 بارير كريم هو بيعمل تقريبا نفس وظيفتهم. هو او بشره بتمتصه اسرع، يعني حتى بعد ما طفيت الاضاءه، ما طفيت دي اسكندراني قوي، يعني مش بس من غير فلتر وميك اب، ده من غير اضاءه اصلا، ده حتى في الضلمه هتبقى بشرتك برده حلوه. ازاي ممكن اخلي قانون الجذب يشتغل في حياتي زي المغناطيس السحري؟ وهل في حاجه اسمها كده فعلا ولا دي شعوذه وهبل وكلام الناس الفاضيه؟ دلوقتي لو في حاجه مؤكده في علوم الطاقه ويكون اوريدي القران مأكدها لنا من الاف السنين، يبقى يعني مفيش شك ان في سر. وعشان قانون الجذب يشتغل فعلا معايا في مرحلتين لازم اكون مريت بيهم، او مفهومين لازم اكون متفهمهم كويس قوي. اول حاجه وهي الاليجيبيليتي او التاهيل. التاهيل ده عباره عن ان انا اكون بعرف يعني ايه امتنان، اكون بعرف ابقى ممتنه. وعلى فكره الامتنان نوعا ما مش هو كلمه الحمد لله اللي بنقولها ترجع على لساننا بحكم العاده اللي هو ازيك الحمد لله، بس من غير ما اكون حاسه بمعناها جوايا. مثال بسيط قوي، كلنا في حياتنا كده العيله او الشخص اللي لما مات له حد قريب منه، يعني بعد الشر على حبايبنا كلهم، بدا يموت واحد وبعده التاني وبعده التالت، اللي هو ناس هو بيحبهم وقريبين منه. اكن كده بعد الشر ان الموت بيجيب موت او الحزن بيجيب حزن. قانون الجذب بيتغذى على التركيز، اركز على اللي ناقص هيجي لي نقص اكتر، هيجي لي خساره اكتر، اركز على اللي موجود هيزيد وهيجي فرص اكتر وحاجات احلى. المثال ده وحش قوي، يا رب ما يحصلش لاي حد فينا. لما حد يفقد حد عزيز عليه ياخد وقته في الحزن عليه، بس ما يبطلش يحس من جواه بالامتنان على نعمه وجود باقي حبايبه حواليه، وما يخليش تركيزه كله رايح ناحيه مراره الفقد. دلوقتي انا لو مريضه عيانه وعماله طول الوقت اشتكي ان انا عيانه، وطول الوقت حاطه في دماغي ان انا مريضه وعيانه وعندي مشكله صحيه، للاسف غالبا هعيا اكتر، همرض اكتر. اما اجي كل ما هحلل هلاقي تحاليلي بقت اوحش. اللي المفروض يحصل ان انا ادي التركيز الاكبر على فكره ان انا اصلا معايا فلوس، ان انا عارفه اتعالج، ان انا حواليا اهلي بيخدموني وبيدعوا لي وبيحبوني، ان انا
هبقى مقدره قوي قيمه صحتي، وان انا كل يوم هقضيه بعد ما اخف من مرضي ده هبقى مبسوطه بيه جدا، هبقى مبسوطه قوي بصحتي، مش هاخدها فور جرانتد. هفكر في الحلو واكون ممتنه، هيزيد وهيجي الاحلى كمان. هفكر في الوحش، للاسف هيزيد وهيجي الاوحش. الغني بيتغنى اكتر، والفقير للاسف بيفتقر اكتر، واظن كلنا حوالينا امثله للحاجات دي. وشرطيه قانون الجذب بالامتنان، اوريدي القران كالعاده قايلها لنا من الاف السنين، ولئن شكرتم لازيدنكم. وعشان كده دايما مبهره قوي فكره ربط الدين بعلوم الطاقه او الفيزياء او غيرها، لان القران بيديلنا نتائج واضحه وصريحه، لو لئن شكرتم لازيدنكم افرميشن نقطه. العلم بقى هو اللي حط لي اسباب منطقيه، انه طب ليه يعني لما هشكر الخير اللي عندي هيزيد؟ ايه الساينس بيهايند ات؟ خلاص كده فهمنا التاهيل. اروح بقى للمرحله الثانيه، وهي الاكتيفيشن، التفعيل. والتفعيل بالدعاء اللي فيه تسليم لربنا. علم الطاقه شرح الدعاء لربنا ان هو مش مجرد كلام او حتى اماني وحاجات نفسنا نحققها، ده نيه قويه ومشاعر صادقه بيرفعوا تردد طاقتي جدا، فيخلوا التجارب الايجابيه تقرب مني اسرع. الدعاء بيريح العقل الباطن، لان هو فيه تسليم للي خلقنا، للقوة الأعظم. والتسليم ده من منظور علم الطاقة بيقلل الشك والخوف اللي بتبقى مقاومتهم عالية جدا ضد الحاجات الحلوة دي. فلما المقاومة الشريرة قوي دي تقع، الطاقة هتمشي بانسيابية والنتيجة هتوصل أسرع، والحاجات الحلوة هتجيلي أسرع. كالعادة القرآن اختصر كل ده في نتيجة نهائية على طول من غير لك كتير: ادعوني استجب لكم نقطة. افرميشن. ده غير بقى ان القرآن علمنا فن الدعاء. يعني مثلا تفتكروا ليه ربنا له 99 اسم؟ لان كل اسم له قوه مختلفه. عارفين البيبي دي بابا دي بو اللي موجوده في افلام الكرتون، اللي هو الماجيكال سبيل اللي نقولها على اي حاجه تتحقق؟ في ثيوري بتقول ان اي حاجه موجوده فهي موجوده. يعني طالما اصلا الجمله دي او الكونسبت ده جه في دماغ المؤلف هو يالفه ويقوله، اذا هو موجود في الكون. شويه امثله بسيطه على سبيل المثال وليس الحصر: النبي زكريا دعا ربنا باسم الوارث علشان هو كان عايز ولد. نبي ايوب دعا ربنا باسم الرحيم علشان هو كان طالب الشفاء والصبر من ربنا. سيدنا سليمان مثلا دعا ربنا باسم الوهاب عشان هو كان عنده طلب استثنائي قوي من ربنا، حاجه اكسترا اوردينري، هبات من ربنا ما حصلتش قبل كده. ان دي صدف؟ اكيد مش صدف. القران ما فيهوش صدف، والحياه عموما ما فيهاش صدف. مش يمكن عشان كده الانبياء كان دعائهم مستجاب مهما كان مستحيل؟ يعني هو نوز. انا كنت بفكر كده، بعد كده اكتشفت لما دورت وكده لقيت ان اوريدي في علماء دين كتير قالوا ده، بس يكون الدعاء ده دعاء طيب، يعني خير، مش بدعي على حد مثلا. الدعاء يبقى معاه سعي واجتهاد ومجهود وكده، مش اللي هو بدعي وانا نايمه على الكنبه. يبقى الخطوتين اللي يشغلوا لي قانون الجذب في حياتي: اولا التاهيل بالامتنان، التروث الجنوين اللي طالع من جوايا. الخطوه الثانيه التفعيل، والتفعيل بالدعاء اللي فيه تسليم لربنا. هي عايزه اوضح ان الكلام اللي انا قلته ده كله طبعا مش من عندي، ده متجمع من ريفرنسز من كتب وحاجات كتير قوي وارتكلز وكده. لو حد مهتم يعرف الريفرنسز وحاسس ان هو عايز يتعمق اكتر في الموضوع ممكن يقول لي وهبعت له كل الريفرنس.